إجراءات أمنية استثنائية وتعبئة 6500 عنصر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بمراكش. خصصت المديرية العامة للأمن الوطني بروتوكولا أمنيا استثنائيا لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمزمع تنظيمها بمدينة مراكش في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر الجاري. وتم تعبئة 6500 عنصر شرطة بجميع الموارد اللوجستيكية لتأمين هذا الحدث الدولي الذي سيعرف حضور شخصيات اقتصادية وسياسية من معظم الدول، ويرتقب استقبال أكثر من 14,000 مشارك من 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين. من جهة أخرى، قامت السلطات المنتخبة وباقي القطاعات الحكومية ذات الصلة بتزيين وتهيئ مختلف الفضاءات المؤدية لمرافق الاجتماعات المالية العالمية. ومن بين القطاعات والمؤسسات التي تشهد استعدادات كبرى المكتب الوطني للمطارات،